اللي هحكيه ده ما بيحصلش غير في الافلام الاجنبي، ومش اي اجنبي، ده الاجنبي الرعب. قبل ما نخش في الموضوع يا ريت تعمل لايك للفيديو، واللي اول مره يتفرج عليا يا ريت بعد اذنك تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر تدعمني اللي انا اعرف استمر في المحتوى. بص يا صاحبي، القصه اللي انا هحكيها دلوقتي حصلت في شبرا من زمان مع واحد اسمه عم حسن. والراجل ده كانت شغلانته اللي هو بيصنع العرايس الأراجوزات، يعني الدمية. والدمية دي كانت الأراجوزات اللي بتيجي فقرة في المناسبات أو الأفراح أو المسارح عشان تعمل جو. واللي أنا بحكيه ده كان سنة 1980. عم حسن طبعا عايش في بيت عيلة، وبما إنه هو عايش في بيت عيلة ومفيش حد غريب، كان في بدرون في العمارة اللي هو قاعد فيها كان فاضي. فعم حسن كان مستغل البدرون ده في تصنيع الأراجوزات اللي هو بيطلع يشتغل بيها. والأراجوزات دي ساعات كان بيبيعها وساعات بيشتغل بيها كعرض في أي مسرح ترفيهي أو في أي حفلة أو في أي مناسبة. وفي يوم من الأيام وعم حسن كان بيتمشى في وسط البلد، عينه جات على محل قديم، محل أنتيكات، فشاف فيه دمية أو أراجوز شكله مختلف غير اللي بيصنعه، وتحس اللي هو اتشد للدمية دي من غير ما يعرف ليه، بالرغم ان الراجل ده في تصنيع الأراجوزات من زمان وياما ابتكر في اشكال الأراجوزات. فالأراجوز ده هو من جواه حس اللي هو عايز يشتريه. واول حاجة عم حسن حسها في الدمية دي واللي شدته وجذبته اكتر ليها ان هو شاف عيون الدمية دي تشبه للحقيقي بالظبط. وهنا عم حسن اشترى فعلا الدمية وخد الدمية وحطها في البدرون جنب الأراجوزات اللي هو بيصنعها وبيشتغل بيها. وهنا بقى في اول ليلة لما اشترى الدمية دي وحطها في البدرون وقفل نور البدرون وقفل الباب وطلع، سمع صوت خشخشة وحركات كده مش مظبوطة في البدرون، الصوت كده زي همسات كتير مش مفهومة. وحس ساعتها ان اكن في حاجة بتتكلم مع بعض او في مجموعة كده بيتكلموا مع بعض. نزل بسرعة وفتح البدرون وفتح نور البدرون، قال يمكن في قطة دخلت ساعتها البدرون، وقال بدل ما تتحبس يشوفها فين عشان خاطر تطلع. عم حسن ما لقاش حاجه ولقى البدرون في سكوت تام ما فيش فيه اي اصوات. فعم حسن قفل البدرون وقفل النور وطلع فوق شقته عشان خاطر ينام. وعم حسن هنا بقى كل يوم يسمع اصوات وهمسات مش مفهومه، وساعات كان بيسمع اصوات بتقول اطلع انت مكانك مش هنا، واصوات تاني بتقول هتموت لو فضلت موجود. والاصوات ابتدت كل يوم تزيد اكتر من الاول. واللي لفت انتباه عم حسن قوي اللي الدميه اللي اشتراها بقت تتحرك لوحدها لما كان بيجي الصبح يفتح البدرون ما كانش بيلاقيها في المكان اللي هو كان حاططها فيها، فكان بيستغرب او كان بيقول يمكن انا بيجيلي تهيؤات او انا فعلا حاططها في المكان ده، بس كان بيلاقي عكسه اللي هو حاطه هنا بيلاقيه منقول الناحيه التانيه. ولما كان عم حسن بيجي يقفل البدرون ويقفل النور كان بيلاقي الدمية اللي هو اشتراها دي كانت عينيها بتنور وعينيها كانت بتبرق وكانت بتبصله. وبعد كده عم حسن لما كان بيقف في البدرون ويشتغل ويجي يقفل البدرون ويجي يقفل النور عشان يطلع، كان بيسمع صوت بيقول له اعمل لي كوبايه شاي عشان عايز اشرب سيجاره. شوف وصلت لايه. فكان عم حسن ساعتها بيتجنن الاصوات دي بتيجي منين، فكان يفتح النور تاني ويبص حواليه يمين وشمال يقول يمكن مثلا حد من عياله مستخبي هنا ولا الاصوات دي بتطلع من الشارع. بس البدرون ده كان في العمارة من تحت خالص، يعني كان في الدور اللي تحت الارضي. وكان ساعتها عم حسن بيحاول يقنع نفسه باي حاجة عشان خاطر ساعتها الرعب والهلع ما يمسكوش في اللحظة دي. عم حسن قعد فترة كبيرة ما بقاش يصنع فيها أراجوزات ولا حتى بقى بينزل البدرون يشتغل فيه زي الاول، لمجرد اللي مراته وولاده لاحظوا اللي هو ما بقاش ينزل يشتغل في البدرون زي الاول. والبدرون ده كان بالنسبه له حلم كبير، والبدرون ده كان بيديله باور وكان بيديله طاقه. فلقوا الكلام ده ما بقاش يحصل، وعم حسن قاعد على طول لا اما في الشقه لا اما لو ما فيش شغل اوردرات بيفضل برضك في الشقه زي ما هو، وبقى على طول قاعد في الاوضه وسرحان ومبقاش يتكلم حتى مع حد ولا من اهله ولا حتى من صحابه. ده حتى بنته دخلت عليه وقالت له ايه يا بابا مالك يا بابا، انت على طول بتبقى قاعد في البدرون، احنا قليل جدا لما كنا بنشوفك قاعد معانا، انت حياتك كلها قاعدة في البدرون وسط الأراجوزات اللي انت بتصنعها وبتشتغل بيها. فهنا عم حسن حب يختصر عليها الكلام وقال لها يا بنتي مفيش حاجة،
انا بس زهقان شويه وحب يطمنها عشان خاطر ما يحكيلهاش اي حاجه تخوفها. هنا عم حسن قرر اللي هو ينزل البدرون عشان خاطر يشوف الموضوع فيه ايه. دخل ولقى جوه البدرون حاجات غريبه وحاجات شكلها مرعبه. الاراجوزات اللي هو صنعها شكلها ابتدى يتغير وبقى شكلها مرعب، وسأل نفسه قال مش دي الاراجوزات اللي انا صنعتها. وعم حسن وهو في البدرون بيبص يمين وشمال لقى الدميه اللي هو اشتراها واقفه في نص البدرون، وعيونها كانت مولعه بنور احمر وكانت بتهمس باصوات مش مفهومه. وسمع صوت بيقول انت مش هتخرج مننا يا عم حسن. عم حسن شاف كده جري بسرعه وحاول عشان خاطر يهرب، لكن الدميه دي جريت قبله قفلت الباب. ابتدى يستغرب كده ويبص لقى كل الاراجوزات اللي هو صنعها واقفه عماله تتكلم باصوات مش مفهومه واصوات مرعبه. وقتها حصل اللي مفيش حد يتخيله، الدميه اللي هو اشتراها طلعت روح محبوسه من زمن بعيد وسكنت في الاراجوزات اللي هو صنعها في البدرون كلها. عم حسن اغمى عليه من اللي هو شافه وساعتها مات موته شنيعه. وهنا عم حسن طبعا اختفى يوم في التاني في التالت، فاهله ابتدوا يقلقوا ويدوروا عليه. راحوا اسم البوليس وسالوا عند الجيران وسالوا عند اصحابه عشان هم مش متعودين اللي عم حسن بيغيب الفتره دي، وعارفين اللي عم حسن لو مطبق في شغل بيطبق يا دوبك يوم ويرجع تاني، وعارفين اللي عم حسن كان اخر فتره فيها دي ما حاولش ينزل فيها البدرون وكان قاعد على طول معاهم في الشقه. كان ساعتها منعزل في الاوضه بعيد عن اهله عشان خاطر اللي هو كان بيشوفه وكان بيسمعه. هنا عيال عم حسن نزلوا البدرون وفتحوه ولقوا حاجه مرعبه وقعدوا يصرخوا صريخ لحد ما البيت اتلم والمنطقه كلها اتلمت. ايه بقى اللي شافوه؟ شافوا عم حسن واقع في الارض غرقان بدمه وحتت كتير قوي في وشه متاكله، وقال كمان حتت في جسمه متاكله متنقره. ان البني ادم يموت بالطريقه دي حاجه مش طبيعيه، غير لما يكون لا اما دي كانت جثه موجوده في صحراء او موجوده في مكان محدش شافها ابتدت الحيوانات تتلم عليها وتاكلها. ولو الحيوانات في اللحظه دي كلتها اكيد هتفتح بطنها تطلع مصارينها والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. لا ملقوش الكلام ده، لقوا وش عم حسن متاكل من هنا ومتاكل من هنا ومتاكل من هنا وغرقان كله بدمه، وحتى ملامحه بقت شكلها مش ملامح عم حسن، بقت ملامح مرعبه. هنا البوليس جه والطب الجنائي جه، بس ساعتها محدش عرف عم حسن مات من ايه. ايه بقى اللي كشف الموضوع ده؟ اللي كشف الموضوع ده اللي عم حسن في الوقت اللي كان بيقعد فيه في الاوضه مع نفسه كان بيكتب كل حاجه، كان بيكتب ايه اللي كان بيسمعه وايه اللي كان بيشوفه، وكان كمان كتب اللي هو اشترى الدميه دي وكان شاكك اللي الدميه دي فيها حاجه مش مظبوطه او فيها حاجه مرعبه. طبعا في اللحظه دي الطب الجنائي وحتى البوليس ما عرفش. اللي كشف الموضوع ده اللي بعد كده بعد فتره طويله لقوا الورقه اللي عم حسن كان كاتب فيها الكلام ده. كان حاطط الورقه دي في منطلون من مناطيله وكان راكنها في الشماعه في الدولاب، وكان منطلون مركون بقاله فتره بعدها ما اتلبس، فمحدش دور ورا الموضوع. ما كانش حد طبعا في تخيله اللي هو يفتش حتى في الهدوم. الحادثه وشكل عم حسن المرعب لقيتهم عن كل حاجه. ونيجي هنا بقى لاهل عم حسن. اهل عم حسن قعدوا في البيت بس سابوهم اللي هم كانوا بيسمعوه وكانوا بيلاحظوه في البيت. كان ساعات بيسمعوا صوت كده بيقول المره الجايه تدور عليكم، ومره تانية يسمعوا صوت لو ما سبتهاش هنخليكم تسيبوها غصب عنكم. غير بقى لما يجي الليل يسمعوا اصوات حد بيطلع على السلم كتير وحد بينزل واصوات كتير بتضحك. وفي اللحظه دي قرروا ان هم يسيبوا البيت، وكل اللي موجود فيه من اسره عم حسن او من اخواته كلهم سابوا البيت وقالوا يمكن عم حسن لما مات ما يعرفوش ايه السبب وراحوا سكنة المكان. وهنا ابتدوا يخافوا وراحوا سايبين البيت فورا. هنا طبعا الجيران واهل المنطقه